Donc, mes chers élèves, mes chers apprenants, là où vous êtes, on est de retour pour travailler, comme je vous ai promis, sur quelques comptes pendant cet été ou bien pendant ces vacances pour ne pas vous laisser comme ça, mais pour remplir un peu, comme on dit, le temps et apprendre quelque chose de satisfaisant pour faciliter la lecture et en même temps ajouter quelque chose à vos paniers culturels. يعني نضيفوا شيء آخر للرصيد أو سلة المعارف ديالنا. إذا مرحبا بكم جميعا. اليوم عدنا أيضا من أجل الاشتغال على قصة أخرى غريبة وغريبة جدا، وهي واحد القصة ديال واحد مخلوق اللي هو الأخ ديال 7 الإخوة، وكان معروف بأنه ضعيف جدا، يعني نحيل ضعيف البنية، كان منبوذ لا يتحدث كثيرا، هو آخر الإخوة ولكن معروف بالذكاء ديالو، اللي هو قصة اللي كتسمى لو بتي بوسي أو باللغة العربية كما نقول الإبهام الصغير. دونك هذه قصة ديال واحد الحطاب كان كيجيب الحطب من الغابة وكيبيعوه، ولكن الظروف ديالو من بعد ما آلت المشاكل كثيرة قرر يتخلى على الأطفال ديالو. إذا غادي نشوفوا أشنو غادي يوقع. دونك ان بوشرون حطاب et sa femme n'ont plus de quoi nourrir leurs 7 garçons، يعني لم يعد لديهم ما يطعمون به أطفالهم السبعة أو صغارهم السبعة، 7 دراري صغار. un soir في إحدى الليالي alors que les enfants dorment، يعني أن الأطفال كانوا ينامون، les parents se résignent la mort dans l'âme et les perdre dans la forêt، يعني اتفقوا ما بغاش ما كراش، ولكن الفقر فرض عليه ما بقاش قادر يطعم الأطفال ديالو. إذا شنو طرح على مرته، قرر آخر المطاف قال لها غنتخلى عليهم في الغابة ومنهم المصير ديالهم، يعني غادي يتركهم للمجهول. heureusement le petit de la fratrie، يعني صغير الإخوة، la fratrie هي الإخوة، le petit اللي هو هاد لو بتي بوسي بطل القصة ديالنا، âgé de 7 ans، يعني هو أصغرهم عنده 7 سنين، surnommé بتي بوسي، يعني غير ملقب بتي بوسي لأن الحجم ديالو صغير جدا، en raison de sa petite taille، كما قلنا لا طاي ديالو يعني القامة ديالو صغيرة بزاف، et le moins aimé et considéré de la famille، يعني الأقل محبوبا، ماشي محبوب بزاف، ما كيعطيوش قيمة بزاف في العائلة. اشنو دار؟ لأنه هو كان باقي منعش، إلى سبيون، يعني كان كيتجسس كيتصنت الحوار اللي دار بين الأبوين الأم والأب بخصوص التخلي على الأطفال في الغابة. prévoyant il se munit de petits cailloux، يعني توقع بأنهم غيرميوه، إذا وجد العدة ديالو، كنا قلنا معروف بالذكاء، إلي انتيليجون، se munit de petits cailloux blancs، خدا معاه قطع ديال أحجار صغيرة من لون أبيض، qu'il laissera tomber un à un derrière afin que lui et ses frères puissent retrouver leur chemin. يعني هذوك الحجر من يداهم الاب ديالو والام ديالو باش يربيهم في الغابه، هو كان كيرمي حجره مورا حجره باش يعلم الطريق من اجل العوده. Le lendemain le père met son sinistre plan à exécution، يعني الاب وضع موضع التطبيق هذا البرنامج الخطير ديالو او لا موضع التنفيذ. Mais le petit poussé et ses frères regagnent vite leur logis grâce aux cailloux semés en chemin. لكن المفاجأة أن هاد الأطفال السبعة بمساعدة الأخ ديالهم الصغير لو بتي بوسي تمكنوا من العودة غوغاني فيت لوغ لوجي للبيت ديالهم. علاش؟ بفضل الأحجار اللي كان كيرمي في الطريق. Les parents sont heureux de les revoir car entre-temps، يعني الأبوين شعروا بواحد النوع من السعادة لرؤية الأبناء ديالهم والصغار ديالهم من جديد، لحقاش داك الملك ديال القرية واحد لو سينيور دو فيلاج avait enfin renversé، يعني جا عطاهم واحد المبلغ من المال اللي كانوا كيسالوه شحال هادي. مي لو بونور، ولكن قال لك هاد السعادة هادي لم تتواصل أو لم تستمر. mais ce bonheur ne dure que le temps de cette prospérité éphémère، هذه المرحلة العابرة بمجرد ما سالهم الفلوس ديالهم اللي عطاهم داك لو سينيور غترجع الحالة لما كانت عليه سابقا، وسيقرر il va prendre de nouveau la décision de laisser perdre ses petits dans la forêt. Lorsqu'il se retrouve dans la pauvreté première، يعني وصلوا مستوى ديال الفقر المدقع،
les parents décident à nouveau قرروا من جديد d'abandonner leurs 7 enfants تخلي عن أبنائهم ال7 dans la forêt في الغابة. il s'assure ولكن هذه المرة لأن عاقوا ديك المرة الأولى سمعهم لو بتي بوسي ووجد الحجر اللي غيدي معاه. هذه المرة شنو داروا cette fois-ci qu'est-ce qu'ils ont fait ils s'assurent de fermer la porte de la maison à clé afin que le petit poussé ne puisse pas aller ramasser des cailloux. يعني أنهم قرروا يسدوا الباب بإحكام إغلاق الباب بإحكام باش ما يتمكنش لو بتي بوسي من يسمعهم ويمشي يجمع الحجر كما العادة السابقة. donc il tente donc à la place au moment de trajet. يعني شنو دار هاد لو بتي بوسي اللي ما كاينش الإمكانية باش يخرج يمشي يجمع الحجر يسدوا الباب لاكلي. اشنو دار هاد المرأة لا بلاص غادي يعوضها بشيء آخر au moment de trajet يعني أثناء الطريق de laisser tomber de petits morceaux de pain que leur mère leur a donné à lui et à ses frères. يعني بدا كي يسقط وقع في الطريق يخلي قطع صغيرة ديال الخبز اللي عطاتو الأم ديالو والإخوة ديالو وقعهم في الطريق. mais le pain est mangé par les oiseaux ولكن الخبز تم الأكل ديالو من طرف الطيور. c'est ainsi que lui et ses frères se retrouvent perdus dans la forêt. إذن هكذا وجد نفسه وإخوته ضائعين في الغابة وإمكانية العودة أصبحت مستحيلة. ils arrivent alors devant une chaumière et demandent à y loger. وصلوا عند واحد الكوخ وطلبوا من الساكن أو الملكة ديالو باش تأويهم يعني باش تدخلهم. la femme habitant en cette maison essaie de les persuader de ne pas entrer puisque son mari est un ogre qui mange les petits enfants. حاولت تحذرهم من عدم الدخول لأن الزوج ديالها هو غول ودائما يأكل الأطفال الصغار. mais le petit poussé préférant l'ogre au loup. لكن هذا le petit poussé اللي كان معروف بالذكاء قال له ودي اللهم الغول ولا الذئاب في الغابة. الذئاب ما يقدر يواجهه والخوت ديالو. donc préférant l'ogre au loup de la forêt insiste pour y entrer avec ses frères. ألح من أجل الدخول هو الإخوة ديالو. le soir venu لما حل الليل الظلام la femme les cache sous un lit. أن المرأة خبأتهم تحت واحد السرير. mais son ogre de mari attiré par une odeur de chair fraîche. لكن هاد الغول تشم الريحة ديال اللحم رطب يعني لحم بشري. a vite fait de découvrir la cachette. بسرعة اكتشف مكان حيث خبأت الزوجة هاد الأطفال الصغار. elle réussit toutefois à le convaincre de remettre au lendemain son festin. قالت له هاد الصيد ديالك تعتبروا صيد عوض دابا هي كانت ذبحات له واحد الكبش وجداتو قالت له الريحه الحولي ولكن هي باش تقنعوا باش يخليهم حتى الغدا قالت له خلي هاد الشيء حتى الغدا ناكلوا بعدا هاد الحولي اللي كاين. les petits sont ensuite couchés dans la chambre de cette fille. من هاد الغول كانت عنده 7 ديال البنيات. اذا الاطفال لو بتي بوسي والاخوه ديالو حتى هما نعسوا في هاد la chambre des les filles de l'ogre بنيات الغول. durant la nuit Poussé échange son bonnet et celui de ses frères contre les couronnes d'or des filles de l'ogre. اشنو دار هاد لو بتي بوسي معروف بالذكاء ديالو يعني في الليل بدل دوك القبعات ديالو مع التاج اللي كان موضوع على رؤوس الفتيات ولا البنيات ديال l'ogre. dans l'éventualité où l'ogre exécutait son forfait pendant leur sommeil. يعني هو كان عارف بان الغول ما غاديش يصبر حتى الغدا. فعلا داكشي اللي قام به الغول وجا معلم بنيته بالتيجان وغادي يذبح الاطفال الصغار. donc voilà en effet l'ogre entre dans la chambre pendant la nuit. يعني جا الغول دخل la nuit et croyant que ce sont les 7 garçons اعتقد بانهم هما الاطفال الصغار اشنو دار tu ces 7 filles يعني قتل البنيات الصغار ديالو. l'ogre retourne se coucher رجع نعس في امان الله كما كنقول. les petits s'enfuient et l'ogre fou de rage يعني الاطفال فروا اما بقى عند فرار. l'ogre fou de rage part à leur recherche. من اكتشف بان ذبح البنيات ديالو واحد الدرجه ديال السعار والرعب وسميتو اذا غادي يقرر يتبعهم. recherche en enfilant ses bottes de 7 lieues. هاد البوط كان عنده معروف كيتكيف على حساب القدم ديال كل واحد كيلبسو ومعروف بان كيزيد اللي كيلبسو سرعه فائقه. fatigué
بالمطاردة عيا il s'assit sur la pierre sur laquelle les enfants se sont cachés et s'endort. يعني هما حتى هما ملي عياو وصلوا لواحد الكوخ في الغابة وكانت جنبو واحد الحجرة كبيرة تسقر هو والإخوة ديالو صافي. فوالا جا هو نعس فوق ديك الحجرة. Le petit poussé convainc ses frères de rentrer à leur maison. قنعهم باش يمشيو يرجعوا للدار. Tandis que lui enfile les bottes du satelier. يعني مشى حيد شجاعة كبيرة حيد له دوك لي بوت وغادي يلبسهم هو et court jusqu'à la chaumière de l'ogre pour récupérer son trésor. يعني مشى رجع للدار ديال الغول باش انه يستولى على الخزائن او الكنوز ديال الغول. Ses parents ne sont alors plus obligés d'abandonner leurs enfants et la famille est heureuse. يعني بعد ما رجعوا جاب معاه الكنوز الابوين ديالو صبحوا سعداء وصبحوا كيعيشوا بحبوحه من العيش ومبقاوش عندهم الفكره اللي يتخلاو على الابناء والاطفال ديالهم. والقصه مازال طويله ونكملوها ان شاء الله لان مازال غادي يعيط ليه الملك وامور اخرى. شكرا لكم ميرسي بور ليكوت اكتيف. ما تنساوش تقسموا لا فيديو مع الاصدقاء تعبروا على الاعجاب ديالكم وتقسموها مع فوالا وانخراط اذا كان ممكن بالنسبه اللي مهتمين بهذا النوع ديال القصص وبالدروس اللي غادي ان شاء الله كما العاده في بدايه كل سنه دراسيه. شكرا والى قصه لاحقه.